ذبحته. اعمل ايه بس يا هيثم؟ اعمل ايه؟ طب عارف انا حاسس كده ان انا معمول لي عمل. معمول لي عمل. عارف ليه؟ طب ركز معايا في عارف الحركه ليه؟ دي وهقول لك ليه. انا اقول لك انا ليه؟ قول ليه. ياد كل ما اعمل شغل افشل فيه، كل ما ادخل في مشروع يفشل، كل ما اشتغل في شغلانه ما تكملش. يبقى معمول لك عمل. معمول لي عمل اكيد، معمول لي عمل مستحيل كده. مين لما يكرهك من جماعتك؟ قول لي. كلهم. ومين ما يحبني؟ كلهم. يبقى كلهم عاملين لك في عين سمكه. عين سمكه ولا عين كلب، المهم ان انا معمول لي عمل يا دي هيثم. ما قدامكش حد يا شوف العمل ده. قدامي شيخ ما شفتش ازاي في الوطن العربي خالص. طب يلا نروح له. يلا بس جاهز مبلغ. يلا بس انت، انا هجيب لك الفلوس من جوه واستنى انت في التوك. طب يلا بسرعه. ثواني. انت هتخش هنا اسمه الشيخ بعرون. اسمه الشيخ بعرون. خش انت هنا. ها طب انا اخاف اخش. هينادم على اول ما يشوفك هينادم عليها يا عم. وانا هخش هنا. ها بس اوعى تقول من تبع حيث. طب خش انت. مهل ما خشش. سلام يا شيخ بعرور. شيخ بعرور. يا شيخ بعرور. تعال يا عم فهيم. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يخليك يا ولدي. حكايتك حكاية، احكي. بص يا عم الشيخ، انا كل ما ادخل شغلانه هفشل فيها، كل ما اعمل مشروع اخسر فيه. بس حكايتك موجودة قدامي. ايه يا حي انت مسوق عربيه يا عم الشيخ؟ سامحوني يا سيادنا، اخلص. سامحوني يا سيادنا. حكايتك معروضة قدامي. فين يا الشيخ؟ مش هتشوفها. اوعى وشك احسن يكتب عليك. عليا. سامحوني يا سيادنا. كلاب. اما تقول ايه؟ قول لي يا عم الشيخ بس ايه الحل؟ حد قال لي ان انا معمول لي عمل، صح؟ انا معمول لي عمل وعملك باين يسود زيك. بس حكايتك اتعرضت قدامي والناس اما تقول عليها ان انت ما تلعب قمار ومشيك بطال. صح كلامك مظبوط يا شيخ، كلامك مظبوط. بس كل حاجة باينة قدامي. باينه كيف طيب يعني؟ عدوينك قرباتك جماعتك، والعمل ده معمول لك من يوم فرحك، وقرايبك هم اللي عاملينه لك. يا ولاد الذين، قرايبي هم اللي عاملينه. اخر واحد كان في شقتك قبل ما تخش انت والعروسه. كلامك مظبوط يا شيخ. انت عارف الحاجات دي كيف يا شيخ؟ اسكت. سامحوه يا سيادنا، سامحوه. ما يعرفش. وكمان اخر شغلانه عملتها وخسرت مشوار الفروج والبط والبح. صح كلامك مظبوط يا شيخ. واللي جابك عندي واحد لسه مشواره طويل معايا. عارفه انت. بس اقول لك على حاجه. قول لي. عايز تفك العمل ده؟ امال جاي يعمل ايه يعني؟ جاي يشرب شيشه معاك؟ هو طلع ايه؟ طلع. مش قالك اللي بعتك راضي الاسياد والدستور؟ قول دستور يا اهل المكان، دستور. سامحوه. المهم يا شيخ يعني هتعرف تحل العمل ده ولا اروح لحد غيرك؟ انا شايفك كده نباط ولا تعرف حاجه وعمال تتنطط هو انت قاعد بتاع بطاطا؟ والله بتاع بطاطا احسن منك. لا يا شيخ، ما انت راجل 100 بس يعني انا مش لا شايف بخور ولا شايف حاجه قدامي. هو بالبخور. امال بيه طيب؟ مش بالبخور. سامحوه يا سيادنا، ارضوا عليه. عملك ده لو ما تفكش دلوقتي هتفضل طول عمرك معاك نبي. طب يعني ايه يا شيخ دلوقتي؟ طب هيتفك متى ان شاء الله؟ اول ما تروح تجيب لي العمل من تحت السرير وتيجي. بس راضي الاسياد دلوقتي. عايزين كام الاسياد دول؟ راضي الاسياد باللي في جيبك. ايوه انا عايزين كام الاسياد دول يا حاج؟ اللي في جيبك قد ايه؟ 20 جنيه. يلا عشان وقتك ما يعديش وقاعد في الوقت زمن قصير. خد يا شيخ 2 3 ونص، 3 ونص، صدرت 400 جنيه. هيات يا شيخ دي بطاطا، دي مش هتنفع.
الرزق يرجع تاني وترجع عرض ابوك. خد يا عم الشيخ يا عم 400 جنيه. والباقي تجيبه وانت جايب. باقي ان شاء الله اول ما اشتغل وتفك لي العمل. متعوقش عليا. ما مش هعوج عليك. هات من تحت السرير العمل وتعالى. يلا قوم يلا. وصدق العبيط اللي معمول له عمل. هو بس العبيط ده لسه العبايط كتار.